تحت مظلة واحدة مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الإدراج في البورصة لفائدة الشركات. وفي خطوة مهمة نحو التحول الرقمي تم إطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي، مما سيساهم أيضا في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتدخلين في السوق. ولعل من أهم نتائج هذه الاستراتيجية عملية فتح رأس المال البنكين عموميين، حيث شهدت سنة 2024 إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة الجزائر كالخطوة الأولى حققت فيه أرقاما قياسية ومؤشرات غير مسبوقة واهتماما كبير في الساحة المالية. ويفصلنا اليوم أسبوعا فقط من حدث هام آخر ستشهده هذه السوق، فيتمثل في طرح أسهم بنك التنمية المحلية يعني رابيديال للاكتتاب واستعدادا لإدراجه في البورصة القيم المنقولة خلال الثلاثي الأول من سنة الجارية. إن هذه المساعي تؤكد التزام الحكومة بالدعم وتطوير القطاع المالي عبر توفير كل الإمكانيات وتهيئة الآليات اللازمة لاستقطاب أكبر عدد من المؤسسات والتحقيق الشمول المالي الذي تهدف من ورائه إلى خلق مناخ ثقة يكون لبنة أساسية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية. وفي الختام التوجه بالشكر إلى جميع المؤسسات والفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية وجعلها نموذجا تقتدي به المؤسسات الناشئة الراغبة في سير على خطى المستشير. أتمنى للجميع المزيد من النجاح والتألق ولوطننا المفدى الرقي والازدهار. ويسعدني الآن أن أعلن رسميا عن بداية التداول أسهم المستشير في البورصة الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.